المحتلة، وهيطلب من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث من المقرر أن يجتمع بالرئيس محمود عباس غدا أنه يطلب من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الإقدام على خطوات لزيادة الثقة المتبادلة بين الجانبين. الموضوع الآخر اللي هو مرتبط بهذه الزيارة كان اليمين، القوى السياسية اليمينية المتطرفة في إسرائيل تطلب إنه الرئيس ترامب يعلن خلال وجوده في إسرائيل، يعلن عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية لن تتجاوب مع هذه المطالب، حيث أن وزير الخارجية الأمريكية كان قد صرح منذ بضعة أيام أن الرئيس ترامب ما زال يدرس هذه الخطوة، وأن الإدارة الأمريكية موضوع نقل السفارة إلى القدس في إطار تأثير مثل هذه الخطوة على عملية السلام. كما تعلمين حضرتك كان حصل نوع من المناوشات اللفظية بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي عند تنظيم هذه الزيارة، عندما أعلن أحد المسؤولين الأمريكيين أن حائط المبكى لا يقع في الأرض الإسرائيلية، في أرض إسرائيل. وهذا التصريح أثار زوبعة داخل اليمين المتطرف في إسرائيل. لكن عموما هي زيارة لتأكيد